غالبا انت شخص طموح جدا، نفسك تبقى دكتور ونفسك يبقى عندك جسم كويس وتتعلم انجليزي وتسافر وتعمل بيزنس ويبقى عندك فلوس كتير. وكل ما تشوف حد نجح في حاجة بتقول انا كمان عايز اعمل كده. ولما بتفتح الموبايل بتلاقي واحد في سنك عمل بيزنس والبيزنس ده نجح جدا وحقق فلوس كتير. واحد تاني بيروح الجيم وكمان عمل جسم انت بتحلم يكون عندك في يوم من الايام. وغيره بقى اللي بيتعلم لغات وبيتكلم بطريقة حلوة بيها، وغيره اللي بيسافر دول مختلفة. وفجأة بتلاقي قائمة الأحلام والطموحات اللي انت كنت عايز توصل لها في حياتك بتكبر وتكبر وتكبر. والمشكلة اللي بجد انك بتكون عايز تعمل كل الأحلام والطموحات دي وفي الآخر مش بتعمل أي حاجة. وصف دقيق جدا. والأسوأ من كده انك بتبدأ تحس ان كل الناس بتتقدم إلا انت. بس السؤال هنا بقى، هل انت فعلا متأخر ولا الأحلام والطموحات بتاعتك الكتير دي مستحيل تتحقق؟ أنا عن نفسي نفسي أعمل حاجات كتير جدا. نفسي أبقى دكتور شاطر وعندي جسم كويس وأكون مثقف وعندي فلوس وأسافر وأعمل محتوى كويس، ونفسي أعمل كل حاجة تقريبا. وفي البداية كنت شايف إن ده شيء كويس، وفعلا إن أنت تكون طموح ده شيء جميل جدا. إنك تبص لحياتك كده وتقول أنا عايز أبقى أحسن، دي حاجة عظيمة جدا. بس المشكلة بقى مش في كده، المشكلة مش في الطموح نفسه. المشكلة لما يكون الطموح اللي عندك ده من غير اتجاه معين، او تكون مشتت بين مليون حاجة في نفس الوقت. يعني تخيل مثلا انت وشلة من صحابك كده قاعدين على القهوة، وفجأة واحد منهم بدأ يقول لكم ان هو بدأ يتعلم برمجة. فتقول في نفسك كده ايه ده، انا لازم اتعلم برمجة انا كمان. وبعدها بشوية تمسك موبايلك كده وتفتح انستجرام بتقلب فيه، تلاقي واحد عامل جسم اسطوري. فتقول بس انا من بكرة هظبط اكلي وانزل الجيم واكسر الدنيا وهعمل احسن منه. وبعدها بقى تلاقي نفسك دخلت على التيك توك كده قاعد بتقلب، تلاقي واحد بيتكلم انجليزي تحسه من حواري ميامي مثلا. فتقول بس انا هاخد كورس انجليزي من بكرة. في البداية ممكن تشوف ان دي حاجة كويسة بقى، وان الناس دول كده بيحفزوك، وان انت لما بتشوف حد ناجح في مجال وعايز تنجح زيه انت كده بتكون محفز بقى ان انت عايز تعمل حاجة وان انت تنجح في كذا مجال. والحاجات دي يعني حاجة حلوة يعني. بس مشكلتها الوحيدة ان انت بتبدأ بدل ما بتطارد حياتك وان انت تكون حياتك وتبني حياتك الشخصية، بقيت تطارد حياة الناس. فبقى عندك قاعدة كده غريبة، وهي ان كل شخص جديد ايكوال هدف جديد، وكل هدف جديد ايكوال مجهود وتعب جديد. وبتبدأ بقى تدخل في 20 مجال في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، فتلاقي نفسك واقف في نص الطريق حرفيا. معاك 20 هدف، كل هدف منهم انت بدأت في اوله بس وما كملتهوش. فبالتالي كل الاهداف دي بتكون اهداف فاشلة بالنسبة لك، وبتبقى تحبط وتشوف بقى وتقول ده كل الناس احسن مني وكل الناس بتقدم الا انا، وتبدأ تحبط وتقول انا فاشل. واكتر حاجة بتحسسك باحساس الفشل ده هي السوشيال ميديا. وعلشان تعرف بس ان ازاي السوشيال ميديا مأثرة في حياتنا جامد، فتعالى نرجع في الزمن شوية. زمان لما كنت بتقارن نفسك بحد، كنت ممكن مثلا تقارن نفسك بأخوك، صاحبك، واحد شاطر معاك في الفصل، يعني دايرة صغيرة، او حتى ابن خالتك زي ما كانوا بيتريقوا ويقولوا زمان. فكلها اشخاص ودواير صغيرة. اما دلوقتي الموضوع اختلف تماما. دلوقتي انت بتفتح الموبايل بتاعك بتلاقي نفسك قدام مليار شخص حرفيا. دايما هتلاقي شخص احسن منك في كل حاجة. يعني انا عن نفسي لما بفتح السوشيال ميديا بلاقي شخص احلى مني في الشكل، شخص تاني بيعمل محتوى اجمد مني، واحد تاني معاه فلوس اجمد مني، واحد بيسافر فاحسن مني في السفر، واحد احسن مني في التعليم، واحد احسن مني في اللغة. دايما هتلاقي الاحسن منك في كل حاجة حرفيا في حياتك. فبالتالي انت بتبدأ تقنط بقى على حياتك دي وبتبقى شايف نفسك انك فاشل طول الوقت. والمشكلة الأكبر إن أنت ما بتشوفش الحاجات السلبية اللي في حياة الناس دي، لأن أنت بتشوف اللي هما بيكونوا عايزين يوريهولك بس. يعني مثلا شفت مثلا شخص جايب 100% في ثانوية عامة، انت شفت الحاجة الحلوة بس ما شفتش بقى طول الأيام اللي كان بيقعد يذاكر ويتعب فيها. شفت واحد تاني جسمه جامد ومعضل كده وشكله تحفة، ما انت ما شفتش 5 6 7 سنين اللي قضاهم في الجيم علشان يوصل للجسم ده. شفت واحد معاه فلوس، طب ما انت ما شفتش الخسائر اللي خسرها طول حياته علشان يوصل للفلوس اللي معاه دلوقتي. حتى لو شفت واحد حتى مبتسم بس، فانت ما شفتش الأيام اللي كان فيها مكسور وزعلان وقاعد لوحده في الأوضة. يعني يا صديقي باختصار
اي حد انت بتشوفه ناجح في حاجة او معاه فلوس او معاه اي حاجة عامة تدل على النجاح، فانت ما بتشوفش الحاجة الوحشة اللي في حياته، انت بتشوف بس الحاجة الحلوة اللي هو عايز يوريها لك. لان مفيش واحد هيطلع يعيط قدام كاميرا يعني يقول لك بص انا كنت بعيط ازاي قبل ما اوصل للفلوس اللي معايا دلوقتي. لا، هو هيوريك ان هو معاه فلوس دلوقتي، هيفرح بالحاجة اللي معاه دلوقتي، وده شعور طبيعي جدا. وكل واحد وصل لحاجة هيتقدم قصادها تضحيات كتير جدا. بس هنستبعد من الحتة دي الناس اللي مولودين في بقهم معلقة دهب، يعني مولودين اهلهم اغنياء اصلا، هما ما بيعملوش حاجة في حياتهم غير انهم بيصرفوا فلوس وبس، فطلعوهم بره الحزب اصلا. ودول ناس انت ما ينفعش تقارن نفسك بيهم اصلا. طيب يا علي، انت قعدت تقول لنا حاجات كتير وتفهمنا حاجات كتير، بس برضو ما قلتلناش ازاي ان احنا ما نبقاش مشتتين ويبقى عندنا طموح واحد نقدر نوصل له. واول حاجة علشان نوصل لده وهي اننا مش هنقارن نفسنا بحد ابدا. يعني مثلا ما ينفعش تكون لسه عامل بيزنس جديد وتقارن نفسك بواحد مثلا بقاله 12 سنة ولا 10 سنين بيعمل بيزنس، تقول بقى ده فلوس وبياخد فلوس اكتر مني وبيعمل اكتر مني. يعني طبيعي، يعني لما قارن نفسك بواحد في نفس سنك او في نفس الحاجة اللي انت بتعملها وفي نفس مجالك. يعني مثلا لو انت بتقارن نفسك بصاحبك اللي شاطر معاك في نفس الفصل في نفس السن في نفس كل حاجة، فدي حاجة كويسة هتساعدك ان انت تلحقه وان انت تبدأ تطور نفسك وان انت تذاكر علشان تبقى شاطر زيه. اما مثلا لو انت بقى بتقارن نفسك بحد اكبر منك بكام سنة وتقول بقى ده دخل طب، ده دخل هندسة وانا مش عارف اعمل كده دلوقتي، وتقارن نفسك بحد اكبر منك اصلا في المرحلة العمرية بتاعتك، فده هيبوظ لك حياتك عموما. وحتى لما تيجي توصل للحاجة دي بعد كده مش هتحس انك مبسوط. خلاص مش هنقارن نفسنا بحد. نروح بقى لتاني حاجة على طول، وتاني حاجة دي وهي انك تحدد هدف واحد لنفسك. يعني مثلا انت دلوقتي في اجازة، عايز مثلا تقرأ كتب، عايز تنزل جيم، عايز تتعلم لغة جديدة، عايز تعمل كذا حاجة. فانت لو بدأت في كل الحاجات دي وانت عارف ان انت لو بدأت في كل الحاجات دي مش هتنجز اي حاجة منهم ومش هتعرف تكمل في حاجة منهم، فانت هتختار حاجة واحدة بس. زي ان مثلا انت عايز تتعلم لغة جديدة، فخلاص هحط كل مجهودي ان انا اتعلم اللغة الجديدة دي، وهبعد بقى عن اي حاجة ممكن تغير رأيي تاني. لان انت مثلا لو شفت حد من صحابك قالك انا بدأت اتعلم برمجة، فانت هتسيب الحاجة اللي انت بتتعلمها وتروح للحاجة التانية. واحد تاني مش عارف انا بتعلم كذا، فهتسيبه وتروح للي بعده، فمش هتثبت على حاجة. فانت بس محتاج تحدد هدف وتخليك وراه مهما حصل. خلاص حددنا الهدف، نعمل حاجة بقى تخلينا ما ننساش الهدف ده خالص. يعني مثلا لو انت عايز تدخل كلية طب وتبقى دكتور، فحط دايما او اكتب دايما قدام عينك ان انت عايز تبقى دكتور. اكتب كده في ورقة وعلقها عندك في الأوضة. اعمل الوول بيبر بتاعت الموبايل بتاعك، ادخل كده حط صورتك على اي حاجة بتعمل اي اي، تشات جي بي تي، اي حاجة فيها اي اي عموما، قول له لبسني بالطو وخد الصورة دي حطها وول بيبر للفون بتاعك، بحيث ان انت كل ما تمسك التليفون بتاعك كده تلاقي نفسك وانت لابس البالطو، فتفتكر الهدف بتاعك الاساسي وهي انك عايز تبقى دكتور. بحيث انك لو شفت اهداف تانية وحاجات تانية مثلا على السوشيال ميديا او حد من صحابك او كل الحاجات دي، الحاجات الجديدة دي ما تستبدلش هدفك الاساسي. يعني انت هدفك الاساسي ده اللي انت عايز توصل له، خلاص احنا هنحدده ومش هنقرب له باي حاجة تقدر تضره، فاحنا عايزين نثبته. تالت حاجة واخر حاجة في الفيديو بتاع النهاردة وهي انك ما تعرضش نفسك للمشتتات. واكبر مشتت موجود حرفيا في العالم دلوقتي هي السوشيال ميديا. لان السوشيال ميديا حرفيا انت بتكون داخل كده لسه صاحي من النوم، مفيش في دماغك اي افكار، مفيش اي اهداف، انت صاحي من النوم لسه مفيش اي حاجة اتكونت في دماغك اصلا. بتمسك التليفون تقعد تقلب فيه، تلاقي واحد سافر، واحد عمل كذا وكذا 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 وكذا، فبتكون عايز تعمل كل الحاجات دي. فحرفيا بتقفل تليفونك بعد نص ساعة وانت عايز تعمل 15 هدف، وفي الاخر مش بتوصل لاي حاجة من الاهداف دي كلها يعني. وده بيعمل لك حاجة اسمها سوشيال ميديا ديبريشن. وسوشيال ميديا ديبريشن معناها ان انت بيجيلك اكتئاب بقى، ان انت كل ما تيجي تفتح السوشيال ميديا خلاص بقى انت هتزعل ان انت ما وصلتش لكذا ومش عارف توصل لكذا، وتحس بقى ان حياتك ناقصة وان انت شخص فاشل. وبتخليك بقى كل ما بتزود الجرعة بتاعت انك تقعد على السوشيال ميديا اكتر، بيبدأ موضوع الاكتئاب ده يزيد عندك اكتر واكتر. فعلشان كده لازم تقلل من السوشيال ميديا. واحنا قلنا في الفيديو اللي فات ازاي تقلل من السوشيال ميديا، وانا فعلا بدأت انا وكذا حد من اللي عندي على الانستا بدأنا نجرب الموضوع اللي انا قلت في الفيديو اللي فات. فلو عايز تعرف الخطوات اللي احنا بنعملها ممكن ترجع تشوف الفيديو اللي قبل ده على طول، هتلاقيني كنت بقول فيه حاجات
او 3 خطوات تعملهم بحيث ان انت تقلل استخدامك للسوشيال ميديا، وبالتالي هتقلل برضو من ان انت تتعرض لحاجات كتير تشتتك. اخر حاجة وقبل ما اقفل الفيديو ده محتاج اقولك نصيحة واحدة بس، وانك تدي لنفسك فرصة في طريق واحد. يعني لما تحدد مجال اللي انت عايز تبدأ فيه مثلا، او حاجة انت عايز تتعلمها، ادي لنفسك فرصة كافية ان انت تتعلمها. ما تجيش مثلا تتعلم لغة جديدة وتيجي بعد شهر تقول انا بقيتش شاطر في اللغة، ما بقيتش اتكلم زي الناس الاصليين اللي بيتكلموا باللغة، فخلاص انا فاشل ومش هعرف اتعلم اللغة دي، وتسيب الحاجة دي. لا، انت شوف الموضوع ده محتاج منك كام شهر. يعني مثلا متوسط انت تتعلم لغة محتاج 6 شهور مثلا، فخلاص بعد 6 شهور ابقى قارن نفسك انت كويس ولا لا. ما تقررش ان انت فاشل من اول خطوة. وبنفس المنطق يعني في اي حاجة تانية، مش شرط اللغة بس. وبس كده، ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون افادكم، وما تنسوش بقى لو الفيديو ده افادكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وتعملوا سبسكرايب في القناة، وتكتبوا لي في الكومنتات برضو محتاجين الفيديو الجاي يكون عن ايه. وبس كده، سلام.